مشوار دكتور السنان تقيل علينا ككبار، ما بالكم الأطفال الصغيرين. معايا ومعاكم دكتور رنيم ناصر، دكتورة أسنان أطفال، هتجاوبكم على كل الأسئلة اللي انتوا بعتوها وشوية أسئلة كمان هنتكلم عنها. أهلا بيك يا دكتور. ازيك؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. أول حاجة هنتكلم فيها هي التسنين. امتى ابتدي أقلق؟ ايه ده سن دلوقتي، ده سن المتأخر، امتى ابتدي أقلق الطفل سن المتأخر ولا لأ؟ الطفل بيبتدي يسنن عند سن 6-7 شهور، تمام. بس احنا ما فيش طفل زي التاني ومفيش رينج ينفع نقول اصل عشان ابن خالته سنن وهو لسه فهو كده ابني متأخر. لا، احنا بندي للطفل رينج من 4 ل 12 شهر. ممكن يسنن يعني لغاية سن السنة؟ لحد سن سنة. أوكي. ممكن يسنن بدري عند 4 شهور، ممكن يتأخر لحد 12 شهر. بتختلف لأسباب كتير قوي. ممكن جيناتكس، ممكن الأب أو الأم أصلا سنانهم طلعت متأخرة، ممكن يكون هو مولود قبل ميعاده، ممكن يبقى مولود وزنه قليل، ممكن يبقى سوء تغذية في الأم وهي حامل أو سوء تغذية للطفل. في أسئلة كتير بتيجي، طب أنا ممكن أعمل حاجة علشان خاطر أساعده إن هو مفيش أي يسنن حاجة، أسرع؟ السنان بتتكون والطفل لسه جنين في بطن مامته، مفيش أي حاجة ممكن نعملها. هو هيسنن ليه وقته وليه سنه وليه ميعاده هيسنن فيه، مفيش أي شيء تحفيزي يعني خالص. امتى نبتدي نقلق؟ لو تم سنة وبعدها عدى شهر 2 لسه ما سننش، نبتدي ساعتها نروح لدكتور الأسنان. نشوف بقى، نعمل أشعة، نشوف ما طلعتش ليه، نسأل على التغذية، نسأل الدكتور البشري بتاعه. طبيعي الطفل بيخلص تسنين عند 3 سنين، 2.5 ل3. لو عدى 4 وما عندوش الفول اماونت اوف تيث 20 سنة في بقه، ساعتها بنحتاج نروح لدكتور الأسنان. تسوس أسنان الرضاعة، أنا عارفة إن ده ممكن بتبقى يعني حاجة الأمهات هتقول لي طب ده هو بيبي صغير أغسله سنانه إزاي؟ فيعني نعمل إيه علشان ما نوصلش لتسوس أسنان الرضاعة؟ تسوس أسنان الرضاعة أسبابه إن إحنا بننام وإحنا بنرضع، سواء طبيعي أو صناعي. أنا عايزة أقولك إن غسيل الأسنان أصلا مش مرتبط بوجود الأسنان. الطفل من قبل ما يطلع أسنان إحنا المفروض إن إحنا بنغسله بقه بعد الرضاعة. اللثة برضو، اللثة بتاعته بالظبط كده. الطفل هو نايم اللعاب بتاعه بيبقى راكد ساعتها أو مش موجود كتير، فمش بيغسل اللبن دوت من على السنان. فالسنان عليها لبن، اللبن دوت فيه لاكتوز which is سكر مع البكتيريا اللي في البق يعمل لنا أسيد يسبب تسوس. فالحل بسيط، ما ينامش وهو بيرضع. لو ماسك في الرضاعة قوي بنحط في الباطل بتاعته مية، نبدل العصير او نبدل اللبن بمية. طفل من اول ما يتولد احنا كل اللي عايزاه منك شاشة نظيفة مبلولة، بنلفها على صباعنا وبنمسح على اللثة. يبتدي يطلع له سنين، بنبدل الشاشة دي ببيبي برش، برضو حاجة صغيرة جدا بتركب على الصباع، وبنمسح بيها او بنغسل بيها السنان. كبر شوية بقى عنده سنان أكتر، بنبدلها بفرشة أسنان مناسبة لحجم بقه. احنا بنحاول دايما نختار معجون سنان مناسب لسن الطفل، تمام، عشان يبقى تركيز الفلورايد فيه مناسب لسنه. في معجون سنان بيبقى من 1 ل3 سنين، وفي من 3 ل6، وفي بقى الأدلت العادي بتاعنا. فدي أهم حاجة. تاني حاجة كمية معجون السنان اللي بنستخدمها. لحد 3 سنين احنا مش محتاجين أكتر من أماونت أو كمية قد حبة الرز، صغيرة جدا. كويس انك قلتي عشان كنت بحط كتير قوي. من اول 3 لحد 6 سنين احنا مش محتاجين اكتر برضو من حبة بسلة قد كده. حتى الكبار احنا مش محتاجين زي اعلانات المعجون اللي نغرق ليه. حبة بسلة، حبة صغيرين دو ذا جوب. من بداية كده وهو لسه طفل بنعوده على الحاجات. ازاي الطفل احببه اصلا في روتين غسيل الاسنان؟ بصي، هو اسنان البني ادم لما بيكبر على حاجه فهي بتبقى روتين في يومه. فاحنا متعودين ان احنا صغيرين ان احنا بنمسح له بشاشه وبعد كده بالبيبي برش. كبر شويه وابتدى يفهم احنا بنعمل ايه، لازم يبقى فيه روتين لغسيل الاسنان. احنا عايزينه يغسل مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، كل مره دقيقتين كاملين. فالدقيقتين دول احنا عايزين نبقى بنتشقلب فيهم. نشغل اغنيه مدتها دقيقتين، نشغل فيديو مدته دقيقتين، يبقى في رقصه على الاغنيه ديت نقعد نعملها. بيحب لعبه معينه، احنا نغسل اللعبه الاول بعد كده نغسله، نخليه يختار فرشه السنان اللون اللي هو عايزه والشكل اللي هو عايزه عشان يبقى حابب الموضوع. وحاجه كمان ان الاطفال بتقلد قوي، يعني انت لازم انت تبقي بتغسلي الاول قدامه عشان هو كمان مهم. لازم تبقي انت موديل قدامه. يعني لو الام هي كده ولا كده، روتين غسيل الاسنان بالنسبه لها ده جزء من يومها، هو هيحب، الطفل هيحب ان هو يعمل زيها بالظبط. وبعدين بقى قصه، احنا لو نمنا بالاكل في بقنا السوسه هتيجي واحنا نايمين وهتبوظ بقنا وهتعمل ومش عارفه، احنا لازم نبقى اقوى من السوسه ولازم نحاربها. قصص. اوكي. حاجه كمان ان الطفل ما يغسلش اسنانه لنفسه.
لحد 6 سنين الطفل ما عندوش القدره ان هو يغسل سنانه صح. يغسل سنانه صح. احنا لازم احنا نغسلهم. هو عايز يغسل سنانه اوكي، يلعب بيه، يقعد شويه، يعمل اللي هو عايزه، بس احنا لازم نغسل بعدها ليه. حصلت المشكلة والسنان بتاعة الطفل اللي ممكن يبقى 2.5 سنين السنان اتسوست، هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ لانه معظم الاطفال التعامل معاهم بيكون صعب جدا جدا، وانا عارفه ان ده اكبر تحدي بيواجهك أيوة. كدكتوره اسنان اطفال. ما بيقدروش اساسا ان هم يقعدوا على الكرسي بتاع دكتور السنان، فنتعامل ازاي؟ وهل ان احنا نديهم بنج ده حاجه امنه لسنهم؟ لو مثلا بنتكلم في سن 2 3 4 سنين، هل ده آمن ولا لأ؟ بصي، كل طفل بيبقى مختلف عن التاني. في طفل ممكن يبقى متعاون وحابب الفكرة وشجاع وكل حاجة، وفي طفل بيبقى خايف وقلقان. احنا بنجيبه العيادة الأول، بنتعامل معاه، خايف بنطمنه، بنحاول معاه مرة و2، ما نفعش بندخله بنج كلي. البنج كلي احنا ممكن ندخله من day 1 عادي. احنا كأسنان بنستنى مثلا يكون عنده 2 اتليست عشان ندخل، عشان يعني قبل 2 اعتقدش ان هيبقى في مشاكل قوي محتاجه ان احنا ندخل بنج كلي. لو في عادي بندخل، مش الموضوع مش ازمه. البنج الكلي حاجه روتينيه جدا وكومن جدا في اسنان الاطفال، بنعملها تقريبا كل يوم. بتبقى عباره عن ان احنا بتبقى عن طريق جهاز استنشاقي اسمه سيفوفلورين، جهاز امن جدا لو حد عايز يسيرش عليه. بيدخل الجسم عن طريق التنفس وبيخرج منه من غير ما يأثر على اي حاجه تانية او من غير اي اضرار. طبعا مش احنا اللي بنعمله، بيبقى في دكتور تخدير مختص. دكتور تخدير مختص بيكشف عليه قبل ما يدخل العمليه، وبيبقى معاه في الافاقه وبعد العمليه كمان. بنطلب منكم تحاليل قبلها، بنطلب منكم ان انتوا تستشيروا دكتور البشري لو هو عنده اي مشاكل صحيه. مفيش اي قلق في الموضوع، هو كلمه تخض، احنا داخلين عمليه بس الموضوع بسيط جدا. الطفل دلوقتي عنده 2 أو 3 سنين، لسه مش بيعرف يتكلم قوي ولا بيعرف يعبر عن نفسه قوي، سنانه بتوجعه بس هو مش عارف يعبر. الام ازاي ممكن تاخد بالها من حاجه زي كده؟ هل في علامات ممكن الام تاخد بالها منها؟ بيبقى صعب ان انتوا تفهموا ان في تسوس، خصوصا ان في الاول ما بيبقاش شكله تسوس. والاطفال اصلا عشان بيشتكوا متاخر قوي، بيكون الموضوع خلاص يعني باظ. فعشان كده احنا دايما بننصح ان احنا المفروض نزور دكتور الاسنان الاطفال مع ظهور اول سنه في بقه، اللي هو يعني يا 6 شهور يا عند سنه وات ايفر. المفروض ان هو طالما تم سنه يبقى المفروض يزور دكتور الاسنان خلاص. من بوينت دي كل 6 شهور في زياره دوريه لدكتور الاسنان، بحيث ان احنا اللي بنبص بنبقى عارفين ده تسوس مش تسوس، في حاجه هنعملها او لا. الاطفال دلوقتي ممكن في سن صغير قوي تحصل تصبغات شبه اللي بتحصل في اسنان الكبار، التصبغات اللي هي لونها اسود ولونها بني. هل دي ممكن فعلا تبقى تصبغات ولا تسوس والام ممكن ما تبقاش واخده بالها؟ دي حاجه بتخض الامهات قوي، فعمرهم ما بيستنوا عليها، دايما بيجوا لدكتور الاسنان على طول يسالوا. احنا بنعرف احنا على طول هي دي تصبغات ولا لا. التصبغات دي عايز اقولك ان هي حاجه ملهاش علاج، يعني احنا هنشيلها في لحظتها، نعمل لها بوليشنج، بس هي هترجع تظهر تاني. ليه؟ لان هي سببها كروموجينيك بكتيريا. دي بكتيريا عاديه مش مضره، بس تبقى موجوده عند بعض الناس، مش موجوده عند كلهم. يعني ممكن تبقى حاجه في صفات او في تكوين البني ادم ذات نفسه. يعني في ناس عندهم نوع البكتيريا دوت وفي ناس ما عندهمش. فعشان هنشيلها المره دي هترجع تطلع تاني. ده سبب. تاني سبب الايرون سبلمنتس او الحديد. لو الطفل بياخد حديد او لو امه هي حامل كانت بتاخد حديد، ده بيطلع تصبغات. لو نسبه الحديد تقصدي مثلا زياده شويه او كده في الجسم، هي ده تصبغات. ادويه الحديد بتعمل تصبغات، دي من السايد افكتس بتاعتها. موضوع بسيط قوي، اطفال وهم صغيرين 1 2 سنين ايا كان نقدر نشيله ببوليشنج، بس لازم عارفين ان هو هيرجع يطلع تاني. الطفل ممكن بيجز على اسنانه، هل ده بيبقى ليه سبب معين وممكن نتغلب على حاجه زي دي ازاي؟ لان هما بيقلقوا، بيحسوا ان هما كده يعني الطفل فيه حاجه مش مظبوطه، بيتوتروا. يعني اسباب الجز عند الاطفال بتكون سايكولوجيكال، يعني احنا لازم نبقى بنفكر اسباب نفسيه. فاحنا لازم نبقى بنفكر، هو ابتدى مدرسه جديد، راح حضانه جديده، جاله اخ جديد، في حد مضايقه، في حاجه مضايقاه، فلازم نقعد ونتكلم معاه، نحل الموضوع السايكولوجيكال دوت الاول، ونتابع الجز راح ولا ما راحش، قل ولا ما قلش. يعني نحط ايدنا الاول على المشكله وبعد ما نحط ايدنا على المشكله نتابع بقى، نشوف يعني قل زاد ايه الاخبار بالظبط. لو ما فيش مشكله نفسيه، ساعتها السبب ممكن يكون السكرين تايم او الوقت اللي بيتفرج فيه على فيديوهات. بالظبط. الطفل لما بينام وهو قدامه التليفون، مخه بيفضل شغال وهو نايم، فدوت بيخلي ان هو يجز طول الليل.
فاحنا لازم نوقف الموبايل او اي شاشه على الاقل ساعه قبل النوم. انتوا متخيلين ان الشاشات ممكن تبقى السبب في ان اطفالكم ممكن يكونوا بيجزوا على اسنانهم وانتم مش واخدين بالكم؟ انا يعني بجدد ندائي، انتوا عارفين ان انا في كل الفيديوز بقولها ان انا لازم نحدد شويه التعرض للشاشات، فركزوا لان ممكن برضو التعرض للشاشات بيكون سبب في ان الاطفال بتجز على اسنانها وانتم مش واخدين بالكم. علامات التسنين، ايه هي علامات التسنين بايجاز كده علشان خاطر الامهات تبقى واخده بالها منها وتبقى فاهمه ان المود اللي مش لطيف ده بسبب علامات التسنين؟ بالظبط، مود مش لطيف. دي اول حاجه. اريافه، بيريل كتير، اللثه عنده منتفخه ملتهبه، عايز يعضعض في اي حاجه. عايزه اقولك بقى ان السخونيه مش من علامات التسنين، دي يعني حاجه، دي اسطوره من أسطورة، الاساطير. ده شوفي بقى هو عنده ايه. هو ملهاش علاقه ممكن يبقى حاجه بالتسنين. تانية، لكن السخونيه مش سبب تسنين. التسنين اخره هيعلي لنا نص درجه، مش هيعلي اكتر من كده. ممكن السخونيه بتبقى بسبب ان هو عمال بيعضعض في اي حاجه، اي حاجه دي ممكن تبقى متوسخه من الارض او ايا كان، فحصل اصابه بشيء تاني بس خالص. مش تسنين. مش تسنين خالص. اطفال يعني كانديز ويعني حاجات حلوه، طب ازاي نحمي اسنانهم وفي نفس الوقت ما نحرمهمش من الحاجه اللي هم بيحبوها؟ مستحيل نمنع طفل من ان هو ياكل حلويات، حرام، ربنا يحاسبنا. بالظبط. احنا بس بنحاول ان احنا نليمت الموضوع لمره واحده في اليوم. صعبه شويه دي، افرطي ايدك شويه يا دكتور فيها. بصي يعني انا ما عنديش مانع مع الكميه خالص، بس تبقى مره واحده في اليوم، بحيث ان احنا السكر موجود في بقه دلوقتي، هيتغسل كمان شويه، بقيه اليوم البق نظيف. اهم حاجه ان احنا بعدها نشرب ميه كتير، تمام، بحيث ان احنا نعادل الحموضه اللي في البق، او اللي حصلت نغسل نتيجه السكر الكتير اللي دخل. بالظبط، او نغسل السكر من على السنان. دي اول حاجه. نبعد عن الحلويات اللي هي تبقى ملزقه، الجامي بيرز بقى والمشبك والكراميل والحاجات دي، عشان دي بتمسك على السنان قوي، بتبقى صعب ان هي تتشال، تتغسل. ناكل لبان بس شوجر فري طبعا، دوت بيزود من اللعاب في البق، فبالتالي برضو بيغسل السنان وبيعادل الحموضه بتاعه البق. ناكل فاكهه وخضار فيهم فايبرز وميه عاليه، الالياف اللي موجوده في العاليه الخضار بالظبط بتساعد في غسيل الاسنان، بتساعد في غسيل الاسنان، وبتساعد اللثه، يعني بتخليها صحيه اكتر. تقويم الاسنان، بنشوف اطفال كتير ممكن يكونوا محتاجين، لكن للاسف الشديد الام بتروح للدكتور متاخر لانها ما بتبقاش واخده بالها او عارفه ان طفلها فعلا محتاج. هل هو السبب بتاعه حاجه جينيه، ولا ممكن في حاجه نعملها علشان ما تخليناش اصلا نحتاج نروح لدكتور تقويم اسنان؟ الاثنين. اوكي. في حاجات احنا بنعملها بتخليهم محتاجين تقويم اسنان قدام، وفي اسباب جينيه. في ممكن الطفل يكون مولود ده شكل الفك بتاعه، دي طبيعه سنانه، حجم الاسنان مثلا كبير قوي على الفك بتاعه فبيطلعوا مزدحمين، السنان صغيره على الفك فبيحتاجوا تقويم عشان يتضموا على بعض، في فك اكبر من التاني، دي اسباب جينيه خلاص مش بنقدر نلحقها، ما يكونش لينا تدخل فيها. في اسباب بقى لينا تدخل فيها، مثلا ان احنا خلعنا سنه وما حطيناش مكانها حافظ مسافه، فبالتالي السنه اللي جنبها اخذت مكانها، تيجي السنه الدايمه تطلع ما تلاقيش مكان. هي دي ثقافه مش موجوده عند ناس كتير على فكره. ان فكره حافظ المسافه دي حافظ المسافه مهمه جدا جدا. لو خلعنا السنه قبل ميعادها لازم يتحط لها حافظ مكان يحفظ المكان دوت لحد السنه الدايمه ما تطلع في مكانها مظبوط. تاني حاجه مثلا الاطفال اللي بتحط صباعها في بقها، او ان احنا بنسيب لهم التتينه فتره طويله بعد سنه 2 3 4، يعني الاكشن بتاع المص دوت بيخلي ان عضلات الخد بتضغط على الفكين فبتعمل اوبن بايت او حاجه، يعني السنان اللي قدام بتبقى مفتوحه بتاعت سنانه، بتخلي السنان القدامانيه دي كده عامله زي بيسموها بالشعبي شويه ضب، اللي هو كده تقريبا. ايوه، السنان اللي قدام بتبقى مفتوحه والفك اللي فوق بيبقى شكله في او شكله كده، مش الشكل الطبيعي بتاعنا، مش نص الدايره بالظبط. دي حاجتين مهمين بيسببوا تقويم قدام، يخلونا نلجأ للتقويم قدام، ممكن نتفاداهم من بدري عادي جدا. عادة بنبتدي نستشير دكتور التقويم من سن 13 سنة، بس احنا لو لقينا حاجة من قبلها محتاجة تدخل او بنحتاج ان احنا نهيئ الفك للتقويم، في الزيارة الدورية بتاعتنا لو شفنا اي حاجة بنحجز ميعاد مع دكتور التقويم، وانا وهو بنكونسلت مع بعض احنا ممكن نعمل ايه في الحالة دي. استخدام التتينة
في ناس بتقول ان هو لا ده هيبلاش عشان دي بتأثر على السنان وبتأثر على وضع السنان. لغاية امتى استخدامها هيؤدي الوظيفة بشكل آمن، ولغاية امتى برضو لو كترنا فيها ممكن تعمل فعلا مشكلة في السنان؟ وهل ده صح اصلا ولا غلط؟ لا صح. الاكشن او التتسينه او ان احنا بنمص على صباعنا دوت بيدي الطفل احساس بالراحه والامان. فاحنا بنحاول نخليها في بقه لحد مثلا سنتين، اكتر من كده لا. لحد سنتين الموضوع آمن وطبيعي. بنحاول نقللها ازاي بعد كده؟ ان احنا نقطعها، نخرمها، بتحس ان هي ما تعملش الاكشن اللي هو بياخده منها كالعادي. هتعصبه، مش هيحتاجها خلاص تاني. الطفل اللي بيمص صباعه كتير، في امهات ما بتبقاش عارفه تخليهم يبطلوا حاجه زي كده، فهل في تيبس تخلينا بس نساعدهم ان هم يبطلوا يعملوا الحكايه دي؟ لان واضح ان هي اضرارها كتير. في بيتباع في الصيدليه او عند العطار حاجات كتير قوي بيبقى طعمها وحش، ممكن يحطوها على صباعهم بحيث ان هم لما يحطوا في بقهم الموضوع بيبقى مزعج او بيضايقهم. زي ايه مثلا؟ لا بيبقى في اطعام كتير. في اطعام تبقى حاجه مثلا منت قوي قوي، حاجه تبقى حراقه شويه. نعناع او في يقفلهم. اطعام متركبه بتبقى طعمها مش لذيذ للاطفال فخلاص مش بيحطوا. في حاجات بتتلف على الصوابع بتتباع برضو في الصيدليه، بتتحط في بقهم فمش بيلاقي نفس الاحساس فبيبطل يعملها. وتاني التشجيع، كل ما يعمل حاجه صح نشجعه، او ان هو يبطل ان هو خلاص يحط صباعه في بقه فيتشجع. وفي اطفال بتعمل الموضوع دوت سايكولوجيكال او نفسيا. هم بيبقوا متوترين، بيبقوا خايفين، بيبقوا في حاجه مضايقاهم فبيلجأوا للموضوع دوت. فاحنا برضو لازم نشوف النفسيه الاول قبل ما نعالج اي حاجه. ازاي نهيئ الطفل اصلا بقى للزياره بتاعه دكتور الاسنان؟ علشان احنا عارفين ان الموضوع ده بيسبب لهم مشكله وفزع من غير ما يبقوا عارفين السبب اصلا يعني. دي اهم حاجه. اوكي. احنا لازم من اول ما نفاجئهمش، مش فجاه احنا رايحين مثلا النادي او رايحين لتيتا وفجاه يلاقوا نفسهم عند دكتور السنان. لا، احنا هنروح لدكتور السنان. دكتور السنان ده لذيذ وهتحبه والعياده جميله، احنا بس هنروح نعد اسناننا مش اكتر من كده. واحنا برضو في اول نعدهم. حلوه الحجه دي. هنعد السنان بس. هنشوف عندك كام سنه في بقك. واحنا بنعمل كده فعلا في اول زياره. مش بنحب ننتقل عليهم الا لو في سبب كبير جاي بسبب تدخل سريع، ده محتاجه حاجه امرجنسي دلوقتي محتاجين نعملها. اول زياره بتبقى لذيذه لطيفه، بس بنعد اسنانهم، بنعرفهم على العياده، بنعرفهم على التولز بتاعتنا، وبيروح بياخد لعبه، بياخد هديه ويروح عشان يحب المكان بس وياخد عليه. بالظبط. لازم برضو نعرف ان الاطفال بيستمدوا خوفهم مننا. انت لو انت في امهات بتبقى جايه هو هيعمل ايه؟ دي هتتحط في بقه، هي انا اصلا بتبقى رايحه متوتره، فانت متوتره متوقعه منه ايه؟ انت بتنقلي توترك ليه. فاحنا لا، احنا لازم نبقى رايحين اكسايتد ومبسوطين وشايفين الموضوع لذيذ جدا وهناخد هديه وبنشجعه. فده بيتنقل له. نمنع خالص خالص الكلمات اللي بتنم على الخوف. انت لو ما عملتش مش عارفه ايه انا هوديك لدكتور السنان يديك حقنه. عايزين الكلام عن دكتور الاسنان يبقى لذيذ خفيف لطيف. احنا هنروح نعد اسناننا، هنلعب مع الدكتور شويه، هناخد هديه ونروح. شكرا جدا دكتور رنيم. نورتيني وفتحتي عينينا على حاجات كتيره جدا كانت يعني ممكن تبقى بسيطه الناس مش واخده بالها منها، بس من اهمها انه العنايه بالسنان من سن صغير جدا جدا هتوفر علينا مشاكل وحاجات كبيره جدا جدا جدا.